أهلا بيكم. لو أنت بتستخدم الآيباد بتاعك بس إن أنت تتصفح وتتفرج على يوتيوب وتكتب نوتس أو تقرأ الإيميلات، فأنت تقريبا مفوت 90% من قوة الجهاز اللي معاك. ما تفهمنيش غلط، الاستخدامات للحاجات دي على الآيباد ممتعة جدا، والآيباد أصلا توب تير في الفئة بتاعته، بس في حاجات كتيرة قوي هتنقلك من مستخدم آيباد عادي لآيباد برو. أنا يحيى ناجي، والفيديو ده هو أول جزء في رحلتك لاحتراف الآيباد. أول حاجة هنتكلم فيها وهي الملاحظات السريعة، إزاي تستخدمها وإزاي تستخدمها بشكل مظبوط عن طريق الإيماءات بتاعة الآيباد. هي اسمها كده، اسمها إيماءة، اللي هي الجستشر، الكويك نوت جستشر. ببساطة أنت ممكن من حرف الآيباد من تحت كده على اليمين، لو عملت كده هيطلع لك النوتس بتاعتك سريعة جدا، وممكن تبتدي تحركها، تكتب فيها أي نوت أنت عايزها، وتبتدي تدون الملاحظات بتاعتك. واكتر حاجه بتعجبني بقى في الكويك نوتس ان انت لو على اي ويب سايت او بتذاكر او بتعمل ريسيرش مثلا وفتحت الويب سايت نفسه وعايز تاخد اي ملاحظه وتكتبها عندك في النوتس او ترجع لها بعدين، هتطلع الكويك نوتس، هيطلع لك اوتوماتيك اللينك بتاع الويب سايت اللي انت شغال عليه. انت ببساطه هتضغط على اد لينك، هيضيف لك على طول الويب سايت اللي انت شغال عليه، وتبتدي تكتب الملاحظه بتاعتك لحد ما ترجع لها تاني. والجميل ان انت اول ما تعمل علامه الصح وترجع هنا للنوتس، هتلاقي ان الملاحظات بتاعتك اتدونت اوتوماتيك في النوتس بتاعتك، ان انت ممكن ترجع لها في اي وقت. ولو الخاصيه مش متفعله عندك، ببساطه هتدخل على settings، هتدخل على multi task and gestures، هتنزل تحت خالص، هتلاقي هنا swipe finger from corner، اتأكد إن هي متفعلة، وهتختار يا إما الجنب الشمال يا إما الجنب اليمين. أنا هختار الكويك نوتس للجنب اليمين، هتيجي هنا وتختار كويك نوتس، ودلوقتي هيبقى عندك الكويك نوتس متفعلة اوتوماتيك. الحاجة التانية اللي هنتكلم عليها وهي إن أنت إزاي تاخد سكرين شوت. لا ما تفهمنيش غلط، مش السكرين شوت العادية اللي أنت بتدخل على زرار القفل والصوت وتاخد سكرين شوت، لا ده كان قديم. دلوقتي هنعملها بطريقة مختلفة. أهم حاجة بس تتأكد إن هي متفعلة. هتدخل على السيتنجز وهتنزل على مالتي تاسك اند جسترز، وزي ما عملنا بالظبط الكويك نوت من تحت على اليمين، هنعمل السكرين شوت من تحت على الشمال. هتلاقي هنا سوايب فينجر فروم كورنر، وهتيجي على ليفت كورنر وهتختار سكرين شوت. طب ده هيفيدنا في ايه؟ اول حاجه سهوله ان انت تاخد سكرين شوت. ثانيا لو انت على اي ويب سايت وعايز تاخد سكرين شوت سريع وتكتب عليه ملاحظاتك، مباشره هتاخد سكرين شوت كده وهتبتدي تكتب الملاحظات بتاعتك، او تختار بقى الفونت بتاعك والقلم. ولو معكش قلم هتدوس على الثلاث نقط دول وهتكتب draw with finger. هنا هيديك الاوبشن ان انت تكتب اللي انت عايزه والملاحظات اللي انت عايزها. ولو عايز تاخد الويب سايت كله سكرين شوت هتضغط على فول بيج، هيفتح لك هنا كل الويب سايت بتاعك، وهتبتدي برضو تكتب الملاحظات اللي انت عايزها. ولو عايز جزء بس من الويب سايت هتدوس على كروب وهتختار الجزء المعين اللي انت عايزه، هتدوس على علامة الصح وهتعمل له حفظ. هيديك اختيارين، يا اما تحفظ في الصور يا اما تحفظه في الفايل as a PDF. هتدوس على يس، كده انت حفظته في الصور عندك. اوبشن بسيط وسهل ومفيد جدا. الاوبشن التالت بقى، وهي حاجة أنا شخصيا بحبها جدا، لو أنت بتروح لويب سايت كتير وبتستخدمه كل مرة بتدخل بقى على سفاري أو على جوجل وبتكتبه عشان تفتحه، دلوقتي أنت ممكن تحوله مباشرة لآيكون عندك على الآيباد. خلينا نشوف بيتعمل إزاي. هتدخل على الويب سايت، هتدوس على الشير، هتضغط على مور، وهتنزل لآد تو هوم سكرين. هتبتدي تكتب الاسم اللي يناسبك وهتعمل آد. أول ما تعمل آد هيفتح لك الآيكون بتاع أبل اللي واضح هنا، لو ضغطت عليه مباشرة هيحولك على الويب سايت اللي انت عامل له حفظ عندك. أي خدمة، مش محتاج بقى تبقى مبرمج ولا ان انت تعرف تعمل آب ازاي، الموضوع سهل وبسيط جدا وشيك قوي. الخاصية اللي بعد كده واللي نازلة في الباد او اس 26 وال 26.1، وتأكد ان انت عامل تحديث للسيستمز دي وان انت ازاي تفتح اتنين ابلكيشن جنب بعض وتتحكم في احجامهم. هتدخل على settings وهتدخل على multi tasking and gesture، وهتبتدي تختار الويندود ابس. لو اخترت الفول سكرين هيبقى دايما الابلكيشنز واخده الفول سكرين. لو اخترت الويندوز ابس هتعرف تتحكم في الحجم بتاع الابلكيشنز والمكان اللي انت عايز تحطهم في الشاشه فيه. هتيجي هنا على اي ابلكيشن انت عايز تستخدمه، هتلاقي هنا في الكورنر مكان تعرف تصغر وتكبر منه الابلكيشن. طبعا لو دوست دوستين كده بصبعك هتعرف تحرك الابلكيشن في اي مكان. وهتيجي على الابلكيشن التاني، مثلا هنفتح جوجل، هتبتدي برضو تصغره وتحركه للمكان اللي انت عايزه،
وهتلاقي فوق هنا على الشمال الثلاث زراير بتوع ان انت تقفل الويندو او تعمل لها مينيمايز او تعمل لها فول سكرين. الجميل هنا بقى ان انا لو قفلت الويندو وجيت فتحتها تاني هيفتح بنفس الحجم بالظبط اللي انا قفلته عليه. طيب لو عايز الاتنين يبقوا متناسقين ومفتوحين قد بعض بالظبط هعمل ايه؟ هاجي هنا على الماكسمايز الاخضر وهدوس عليه دوسه طويله، هيديني كذا اختيار هنا اختار منه. انا هختار مثلا هنا ان هو ياخد نص الشاشه اللي على الشمال، وهاجي هنا هدوس برضو دوسه طويله وهختار ان هو ياخد نص الشاشه اللي على اليمين. هيديني هنا خط رفيع صغير، ممكن من هنا اضغط عليه اتحكم في حجم الويندو اللي انا عايز اشوفه. ممكن اتفرج على فيديو وابتدي اعمل سيرفنج مثلا على الانترنت او حاجه. ولو عايز اكبر الشاشه تاني بضغط بس على الماكسمايز، بقفل ده. عايز افتحها تاني هيفتح لي في نفس الويندوز بتاعي. وبرضه لو عايز تظبطها من مكان تاني مختلف عن الماكسمايز، ممكن لو دوست دوسة صغيرة هنا هتلاقي ويندو وهيديك برضه شوية اوبشن ممكن تختارها. ممكن تعمل سنتر مثلا للابليكيشن اللي انت فاتحه، ممكن تدخل في الفول سكرين بتاعك، وممكن طبعا تقفله او تعمل له مينيمايز. دلوقتي هنتكلم عن واجهة الايباد بتاعك وازاي ان انت تعدل فيها وازاي تعمل شوية تغييرات بسيطة كده هتحسن من الاداء والشكل بتاع الواجهة بتاعتك. اول حاجة لو عايز تحط ايكونز او ويدجتس مش لازم تحط الويدجت بتاعتك كاملة بحيث انها تكون واخدة مساحة كبيرة قدامك ومش هتبقى متنظمة بالشكل اللي انت حابه. بدل ما تعمل كده خليني اوريك الطريقة اللي انت تعملها بالشكل ده. تجمع كذا ويدجت وتقلب ما بينهم بحيث ان هي ما تاخدش مساحة وتكون منظمة اكتر. اول حاجة هتدوس دوسة طويلة هنا وهتضغط على زرار الاديت وهتضغط اد ويدجت وهتبتدي تختار الويدجت اللي انت عايزها. انا مثلا هختار الشات جي بي تي وهتختار الشكل اللي انت عايزه. انا هختار الشكل ده وهضغط اد ويدجت. هتدخل تاني على الاديت وتعمل اد ويدجت وهتختار حاجة تانية، خلينا مثلا نقول الويذر، وهتبتدي برضو تقلب على حاجة نفس الشكل ونفس الحجم وهقول له اد ويدجت. طيب حاسس هنا ان المكان لو انا حطيتهم مع بعض كده هياخد مساحة كبيرة ومش هيبقى شكله لذيذ. هقوم جايب الاتنين ببساطة وحاططهم فوق بعض. هنا هيديك شكل منظم اكتر وهتعرف تقلب منه الويدجتس اللي انت عايزها. بقى عندي ويدجت هنا وبقى عندي ويدجت هنا، ودايما ظبط الويدجتس اللي بمقاس واحد مع بعض. طبعا ممكن هنا بقى تنظم الشكل بتاعك، تجيبها شمال تجيبها يمين، تتحرك بالشكل اللي انت عايزه. مهم قوي برضو ان انت تظبط الكنترول سنتر بتاعك. اول ما تشد الشاشه لتحت كده هتلاقي الكنترول سنتر بتاعك كله على اليمين، اكتر حاجات بتستخدمها والحاجات اللي انت عايز كويك اكسس ليها والكلام ده كله. طب هتظبطها ازاي؟ هتضغط دوسه طويله برضو وهتبتدي تزود اي كنترول انت عايزه. هتدوس على علامه البلس وهتبتدي تختار. انا مثلا هنا هختار الفلاش لايت. ممكن طبعا انقل مكانها، ممكن اكبرها، وممكن اظبط الحجم بتاعها بالشكل اللي انا عايزه. وهنا في الكنترول سنتر سيرش هتلاقي كل الاكشنز والشورت كاتس اللي انت ممكن تستخدمها. ولو انت دوست دوسه صغيره كمان على الايكونز اللي جوه الكنترول سنتر ممكن تختار الخاصيه اللي جواه. يعني انا لو دوست على الكاميرا هيقول لي انت عايز بورتري سيلفي ولا فوتو ولا فيديو ولا سيلفي. تبتدي تختار اللي انت عايزه وتظبط الكنترول سنتر منه. واخر حاجه في فيديو النهارده هو ازاي تستخدم الفايلز بشكل فعال، وكمان الابديت بتاع الاي او اس 26 و 26.1 نزل بتحديث حلو جدا. خلينا نشوف ممكن نعمل ايه. هتدخل على فايلز. هنا في التحديث الجديد بقيت ممكن تدي الوان للفولدرز وايكونز كمان عشان تعرف الفولدر اللي انت داخل عليه. وعشان تعمل فولدر جديد وتلونه وتحط عليه ايكون انت ممكن تزود من هنا. هتضغط فولدر وهتسمي الملف او الفولدر بتاعك بالاسم اللي انت عايزه على حسب طبعا الحاجات اللي انت هتحطها جواه. خلينا مثلا نسميه ترافل. هندوس على علامة الصح، هنضغط عليه تاني وهتختار Customize Folder and Tags. من هنا هتعرف تختار الايكون اللي انت عايزه. انا مسميه ترافل فانا عايز طيارة مثلا، اهو لقيت الطيارة. وممكن كمان تحط ايموجي. خلينا مثلا نكتب ترافل، هيطلع لي مثلا شكل الطيارة دي. ولو دخلت على تاجز هعرف اختار اللون بتاع الفولدر اللي انت عايزه، وليكن مثلا اللون الاصفر. وهترجع تاني هيتحول معاك الفولدر اللي كده وهتبتدي تحط الدوكيومنتس بتاعتك جواه. لو عندك تذاكر سفر، لو عندك رحله، لو بتنظم حاجه هتحطها جواه وهتعرف تدخل عليها مباشره من غير ما تقعد تدور عليها في وسط الملفات بتاعتك. وعلى الشمال هنا برضو بيديك الاوبشن ان انت تدور على الفولدر من اللون اللي انت عملته، لو انت طبعا فاكر اللون اللي انت عملته. يعني انا لو اخترت مثلا يلو هيطلع لي بس الفولدر اليلو. الحلو في الموضوع ان انت لو عايز الفولدر ده ان انت تشوفه على طول ويكون في المنيو بار اللي تحت، تعال اوريك هتعملها ازاي. خليني اصغر لك الشاشه. هتيجي هنا هتضغط على الفولدر دوسه طويله وهتبتدي تحركه وهتبتدي تنزله هنا. شايف بيتفتح لك
خط جديد وبتبتدي تحطه عندك. كده هتعرف تستخدم الفولدر بتاعك، هيكون شكله متنظم أكتر والواجهة بتاعتك هتكون أشيك بكتير. بكده نكون خلصنا الجزء الأول من مشوار احترافك للآيباد. يا ريت لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب، واستناني في الجزء الجديد. وسلام.